خبر جديد، أمن طنجة يصل إلى شبكة ترويج غاز الضحك. تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الأربعاء من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 33 سنة، وذلك الاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج غاز الضحك الذي يشتبه في استعماله في التخدير. وأفادت مصادر أمنية اليوم 24 بأنه جرى توقيف المشتبه بهما في إطار الأبحاث المتواصلة التي تجريها مصالح الشرطة القضائية على خلفية حيازة 520 قنينة تحتوي على 100,133 لتر من الغاز بمستودع بالمدينة طنجة، وهي الأبحاث التي أظهرت تورط مشتبه بهما في تهريب وتخزين وترويج هذه المادة التي يتم استعمالها في تخدير عوض مجالات استعمالها الأصلية.